السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي احنا في مصر الجديدة، وهنطلع على مدينة نصر، وانا عايز اوريكم مع بعضينا الطريق بعد ما اختلف واحنا رايحين لمدينة نصر. طبعا احنا في ظهرنا الكباري بتاعت المطرية وشارع الحجاز على طول كده، يطلعنا على صلاح سالم ومدينة نصر من خلال الكباري الجديدة اللي اتعملت دي. من تحت الكوبري هنا ده يا جماعة، احنا كانت على ورا على شمالنا المحكمة بتاعت مصر الجديدة. تحت الكوبري اللي بيقابلنا ده لو حابين نطلع على ميدان تريومف وصلاح الدين. الكباري اللي اتعملت دي يا جماعة كباري مهمة جدا وكباري جميلة جدا، سهلت الحركة المرورية بطريقة ممتازة جدا، وخدمت الطريق بشكل كبير، وفي نفس الوقت خلت الطريق ما يبقاش فيه تكدس مروري، وبقينا نقدر نروح المكان بكل سهولة. طبعا انا دلوقتي عايز اطلع طريق السويس بكل سهولة، بفضل مكمل على طول مباشرة، بطلع الكباري دي كلها بيطلعني على طريق السويس. احنا دلوقتي واحنا مكملين مع بعض عدينا الكوبري اللي بيقطعنا في مصر الجديدة بسفير، ودخلت ميدان الاسماعيلية وصلاح الدين، وعلى طول كده مباشرة لو حابين نطلع على الماظة. ومن الجهة اللي في النص دي يا جماعة لو حابين نطلع على شارع النزهة أو شارع المرغني، ويمين كده، يمين من هنا صلاح سالم، يمين من هنا كده صلاح سالم. بص تحت الكباري اكشاك اتعملت سيركل كي، حاجة ممتازة جدا. تحت الكباري بقت حاجة روعة جدا، بقت حاجات بتتعمل بشكل ممتاز. يعني هنا بص مركز إطارات وخدمات للسيارات. تحت الكباري الوضع كان الاول كان مش لطيف. ليه؟ اولا كان لما بيكون في كباري كان بتلاقي تحت منها حاجات مش لطيفة، كنت ممكن تلاقي تحت منها زبالة، تلاقي تحت منها حاجات مش لطيفة. لكن دلوقتي تحت الكباري نظيفة، اتعمل تحت منها كشاك صغيرة تتفتح حاجات كتير جدا، بتفتح كافي شوب، تتفتح خدمات، يعني حاجات ممتازة. انا لو عايز اخش، احنا هنا كده في السبع عماير، وانا لو عايز اخش ناحية شارع المرغني مصر الجديدة من هنا يا حضرات، عايز اطلع على شارع عمر بن الخطاب وديفولي دوم، او من هنا ده مبنى القاهرة المبيعات. احنا هنا كده في شارع النزهة، اتجاهنا مباشرة لمدينة نصر. واحنا في شارع النزهة كده يا حضرات متابعين مع حضراتكم، بيقابلنا كوبري النزهة، عليه كاميرات مراقبة سرعة وحزام، السرعة 60 وحزام وموبايل. تمام. احنا دلوقتي فوق كوبري النزهة. كوبري النزهة ده من تحتيه بيعدينا طريق السويس، يعني بيقطع بينا طريق السويس اللي واخد من صلاح سالم لحد مباشرة بقى بيودينا سيتي مول الألماظة وكوبري 4.5، نطلع رحاب تجمع مدينتي لحد السويس ان شاء الله. تمام. احنا كده معديين من فوق طريق السويس، واحنا فوق كوبري النزهة. تمام. تحتينا دلوقتي ارض الجولف، ومجرد اول ما بننزل من الكوبري ده حضرات بننزل على مدينة نصر. كاميرات مراقبة سرعة وحزام. على يمنا يا حضرات دلوقتي الرقابة الإدارية، ده مبنى الرقابة الإدارية. وبعد الرقابة الإدارية بيقابلنا دار الدفاع الجوي في مدينة نصر. بصراحة يا جماعة الطرق اختلفت جدا وبقت بشكل ممتاز جدا، حاجة جميلة جدا ان الطرق جوه البلد احلوت. احنا عددنا بنكبر كل شوية، مش هقول لكم كل سنة، احنا كل دقيقة وكل يوم احنا الشعب المصري عدده بيكبر، واحنا اللهم صل على النبي احنا شعب كبير، وفي نفس الوقت بنحب العزوة والكترة. فتخيلوا لو كم الطرق اللي اتعملت دي ما كانتش معمولة، كنا هنبقى فين؟ او كنا هنبقى فين؟
فدي حاجة ممتازة جدا، لازم نشكر بلدنا عليها ان هي ابتدت تهتم بطرق بلدنا وابتدت توسع في الطرق بلدنا. وبالمناسبة الناس اللي بتقعد تتكلم تقول لك طرق وكباري، هو احنا هناكل طرق وكباري؟ حضرتك الطرق والكباري دي هي شريان البلد. هينفع تشرب ميه من غير ما من غير ما يكون عندك اجهزة بتودي الميه لكل حاجة بتوظفها صح؟ تمام. انت دلوقتي عندك النهر ده لازم توظفه صح عشان تزرع بيه. الطرق دي وهكذا، الطرق دي لازم هي الشريان بتاع البلد، هي دي اللي بتقدر تحركنا يمين وشمال. احنا دلوقتي على شمالنا لو حابين نطلع على سيتي بنلف ونرجع ونخش يمين نخش على سيتي. احنا هنا كده في ميدان الساعة، ده ميدان الساعة يا جماعة. تمام. وجولة صغيرة كده بقى في شارع عباس العقاد وحلاوة شارع عباس العقاد. طبعا الشارع اختلف جدا بالاتجاهات بتاعته. احنا كده طلعنا على طريق النصر مباشرة. تمام. حابين نطلع على شارع عباس العقاد هناخد شمال، حابين نطلع على رابعة العدوية هناخد على طول، حابين نطلع ناحية المنصة طيبة مول على طول، عباس العقاد على شمالنا، مكرم عبيد وسيتي ستار هنعمل يوترن ونلف ونرجع تاني. تمام. شارع عباس العقاد ده بقى شارع مهم جدا 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 في مدينة نصر، وشارع مميز جدا. احنا كده في دخلة شارع عباس العقاد. بالمناسبة البنزيمة اللي كانت على اول الشارع شكلها فيها تطوير اهو. كنت لسه من حوالي 4 ايام معدي كانت بنزيمة شغالة وكانت كله تمام. بص البنزيمة هي ابتدت يحصل فيها تطوير. طبعا كمية المحلات والشركات اللي في مدينة نصر كبير جدا. تمام. يعني انا طول ما انا ماشي هنا كده مثلا ايه، شاورما ابو مازن، اتويل، كشري التحرير، بيتزا هات، KFC، تمام، دجاج تكه، العالميه مش عارف لايه، قصر السعاده، تيليه، على شمالي مركز جراند اهو. المحلات اهي حضرات، الشارع اهو، شكل الشارع قدامكم، الشارع قدامكم اهو. الطريق طبعا بقى ممتاز جدا. شارع عباس العقاد وسع. اليوترنات فيها يا جماعه اتقفلت. ليه؟ عشان كانت بتعمل تكدس مروري برضك غير طبيعي، وفي نفس الوقت كانت لا قدر الله بتسبب حوادث وحشه. ان كان اليوترن كان بيبقى معمول في نص الشارع وكان بيعمل ازمه في الملفات والكلام ده كله. بقى اليوترن في واحد في اول الشارع، وفي واحد مع تقاطع مصطفى النحاس في نص الشارع، وفي واحد عند اخر حديقه الدوليه. ولو انت حابب انك انت في نص الشارع وحابب انك انت يعني تتجه ناحيه مكرم عبيد او الكلام ده كله، شايفين يا جماعه الكوبري اللي في العرض دون اللي بيقابلنا؟ احنا هنا كده يا جماعه في شارع عباس العقاد. الكوبري اللي بيقابلنا بالعرض ده، الكوبري ده لو احنا حابين نخش من جنبيه يمين، ده شارع البطراوي اللي بيدخلنا على جنينه مول. تمام. حابين نطلع على شارع مكرم عبيد، ممكن نخش يمين ونطلع الكوبري اللي قدام حضراتكم ده شمال، وننزل كده شمال على مدينه نصر. بصوا يا جماعه تحت الكباري ايه اللي حصل؟ محلات عصير قصب وسوبر ماركت وحاجه في منتهى الجمال بصراحه. بلدنا بتحلو وبلدنا جميله جدا، وبلدنا يا جماعه هتبقى في حته تانيه. لازم نحافظ على البلد، لازم نشكر الدوله ان هي ابتدت تهتم ببلدنا وتهتم بطرق بلدنا. كانت الاول البلد كانت عشوائيات، كانت الطرق زباله، انا اسف في اللفظ، كانت الطرق وحشه جدا. كنت ابقى ماشي في الشارع كده استحاله الشارع يكون بالجوده دي. كنت لازم تلاقي مطبات ونقر وحفر والطريق مش مخدوم، وبعد ما الطريق ما يتسفلت كان يرجع يعاد تنظيمه من تاني بسبب الكهرباء والميه والكلام ده كله. لكن لا، دلوقتي الدوله لما بتيجي تعمل حاجه بتعملها بطريقه ممتازه، بطريقه حلوه جدا. احنا كده عدينا تقاطع اللهم صل على النبي اللي بيعدينا من شارع البطراوي وجنينه مول، ومتابعين مباشره مع حضراتكم في شارع عباس العقاد من مدينه نصر. طبعا بص، توكيل هيونداي، CIB، محلات سبورت، كافيه ساعة لقلبك، سعيد ربيع حلاق، محلات لبس كتير جدا، شركات كتير جدا، حاجات كتير جدا محترمه جدا. شارع حيوي جدا عباس العقاد، وفي كل الاحتياجات والالتزامات. وفي نفس الوقت من الشارع كمان المهم ان هو في كمية سياح فيه محترمة غير المصريين. يعني عندنا عرب وعندنا خلايجة، عندنا جنسيات كتير جدا مختلفة بتيجي مدينة نصر يا جماعة من كل دول العالم بتحب تسكن في مدينة نصر. خدمة مميزة، يعتبر مدينة نصر في وسط البلد، جنبها كل البنوك وشركات الصرافة والشركات والمولات، فحاجة ممتازة جدا بصراحة في شارع عباس العقاد. احنا دلوقتي يا جماعة في تقاطع مصطفى النحاس من شارع عباس العقاد في مدينة نصر.
لو حابين نخش يمين كده مصطفى النحاس، نطلع بقى ايه على مبنى امن الدولة، نطلع على السادس والسابع والكلام ده كله. بصوا يا جماعة تحت الكباري سيركل كي، حاجة ممتازة جدا 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 جدا. احنا كده متابعين مع حضراتكم من شارع عباس العقاد، ولو فضلنا مكملين مباشرة كده هنتابع مع حضراتكم اخر الطريق ده امبي، وبعد منه حي السفارات، هنا الحديقة الدولية ويندرلاند. احنا دلوقتي حضرات على ايدنا اليمين سور الحديقة الدولية، ده كده سور الحديقة الدولية اللي في مدينة نصر. بعد منه على طول ويندرلاند. ويندرلاند ده مول صغير فيه سينما وفيه ملاهي وفيه مطاعم وفيه برضك محلات وفيه حاجات يعني محترمة. وجنب منه الحديقة الدولية. الحديقة الدولية دي يا جماعة من أهم الحدائق برضك اللي موجودة في بلدنا، وممتازة جدا، وبيجي لها رحلات من جميع المحافظات، وبيجي لها يعني كل العائلات بتحب ان هي تخرج فيها. ده ويندرلاند يا جماعة، ده شكل ويندرلاند. في هنا عالم الدمياط للأساس في ويندرلاند. تمام، احنا كده متابعين مع حضراتكم. قطعنا مصطفى النحاس ودلوقتي احنا بنقطع شارع اللي هو احمد الزمر استكمال لزكر حسين. تمام، والشارع اللي هو بيربط من الحي السابع مدينة نصر او الحي السادس والسابع لحد زهراء مدينة نصر، وبيكملك بعد كده مباشرة لأكاديمية الشرطة التجمع. هو ده الطريق يا جماعة اللي بيقابلنا بالعرض كده مع بعضيكم. طبعا انا كده لفيت مع حضراتكم في شارع عباس العقاد. تمام، وبرضك يعني خليني ايه مع حضراتكم كده نعمل يوتيرن سريع. تمام، اوريكم شارع عباس العقاد برضك، او احنا ازاي لو احنا جايين من زهراء مدينة نصر، جايين من العاشر، جايين من محور جيهان السادات، جايين من ناحية وسط البلد، جايين من الاستراد من ناحية المنشية والدويقة، جايين من ناحية السابع السادس، جايين من فوق من ناحية التجمع. احنا ممكن بنمسك طريق شارع احمد الزمر وبنروح داخلين الطريق اللي انا ماشي فيه حاليا دلوقتي يا جماعة. بيكون على ايدي الشمال ويندرلاند والحديقة الدولية، وبيكون على ايدي اليمين لو انا حابب ان اخرم من اي شارع جانبي هنا يا جماعة يدخلني على السراج مول وامتداد مكرم عبيد. مدينة نصر سهلة جدا يا جماعة، هي كبيرة تتوه للي مش حافظها. بصوا يا جماعة دلوقتي احنا ماشيين هنا. تمام، اوريكم بس الاول دي. بص اهي دي الحديقة الدولية، ده مدخل الحديقة الدولية، وده سور الحديقة فيها مساحات خضرة جميلة جدا روعة جدا. تمام، عباس العقاد احنا ماشيين فيه دلوقتي. على شمالنا الطيران ويوسف عباس، على يميننا مكرم عبيد، وبعد مكرم عبيد حسن المأمون، احمد فخري، الكلام ده كله على ايدنا اليمين، والنادي الاهلي على ايدنا اليمين. عباس العقاد على شماله. تمام، يعني انت دلوقتي لو في اتجاه لشارع النصر احنا كده على طول مباشرة ميدان الساعة. يمين كده يا جماعة لو احنا عايزين نخش في مصطفى النحاس مكرم عبيد. بالمناسبة يا جماعة مدينة نصر كلها كاميرات مراقبة، يا ريت كلنا نلتزم بالسرعة ونلتزم ان احنا نكون لابسين الحزام تجنبا لأي غرامة، وفي نفس الوقت عشان هي منطقة سكنية فبرضك نلتزم بالسرعات، عشان كان لا قدر الله بيحصل حوادث قبل تنظيم الطرق قبل كده كتير، وكان شيء بيحزن بصراحه. لكن بعد تنظيم الطرق انا شايف ان نسبه الحوادث قلت، لان الناس ابتدت تلتزم بالطريق اكتر من الاول. تمام، انا دلوقتي يا جماعه في شارع عباس العقاد. تمام، وكنت حابب ان اوريكم على الشارع ونتفرج عليه مع بعضينا. تمام، اشوف وش حضراتكم في فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر.